وبالرغم من أن جيرانهم سيئين معهم جدا، إلا أنهم مستقبلين منهم ما يقارب 1,000,000 شخص عشان بس يأكلوا لقمة عيش بالحلال. بالرغم شوف ابو الجن، انا من أن جيرانهم سيئين جدا، إلا أنهم إلى اليوم ما قطعوا عليهم الكهرباء. والله شكرا يا الجزائر. والله لو كان العكس مصيبة كبيرة راح تكون صراحة، أمانة مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة صراحة. جاء الوقت اللي الله سبحانه وتعالى ما نقول أنصف فيه الجزائريين بتسجيل القفطان في اليونسكو، لا 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 لا، جاء الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصف فيه القفطان كزي لملكات ليسمى باسم الجزائر. وجهة نظري من الأول، وكن كل الاحترام والتقدير لإخواني الجزائريين مع فائق الاحترام، ودائما مثل ما أتفضل أقول